السلام عليكم طفيلات، شحالكم ياك لاباس ياك بخير؟ شكيبكم على الصحه. انا اللي تشوفوني رافده سوبرتي من اول الفيديو. طفيلات جايبه لكم هذه الوصفه اللي خطيره في زياده الوزن. وصفه وجبه متكامله فيها كل شيء. تقدري تزيدي اكثر من 10 كيلو الا داومتي على هذه الوصفه وتبعتيها بالطريقه الصحيحه وبالروتين الصحيح. دائما نقول لكم طفيلات عن وصفات زياده الوزن ما هم اللي يعطوك منفعه اذا ما عرفتي تستعمليهم بالطريقه الصحيحه. فالطريقه الصحيحه زياده الوزن طفيلات راني درت لكم فيديو فايت، ارجعوا شوفوه ضروري طفيلات تشوفوا ذاك الفيديو، فيه ياسر من النصائح. تقدري انت تعودي توكلي بايقه من اللحسات، بايقه من العجنات، ياسر من شنو ما يظهر فيك وسبحان انت علاه ما يظهر فيك. المهم انا كتبت لكم النصائح كامله في والله زاد قلت لكم في الفيديو نصائح كامله اللي ممكن تفيدك ان شاء الله. بالنسبه لهذه الوصفه الطفيلات صالحه للكبار والصغار، خصوصا الصغار. الا عاد ولدك فيها النحافه والله منتك والله شيء وما تبغي توكل، فهذه الوصفه الطفيلات زينه يبغيها الكبير والصغير. فيها واحد النسبه من الحلاوه وفيها واحد الميلونج زوين. ذاك الميلونج سبحان الله كيعطي حلاوه معتدله بطبيعه الحال، وانت تتحكمي في حلاوتها كيفاش بغيتيها. كتزيد الطفيلات في الوزن. هذه طريقه الوجبه انا نفضلها في الافطار، تسمي كل نهار تفطري بهذه الوجبه رائعه يا الطفيلات. متمنيه عنكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخر وتتبعوها وتردوا عليا. واعره الطفيلات هذه ومذاقها خطير. يا سلام والله الا مذاقها زين. انا من محبين البنان، يعجبني البنان وخصوصا اللي يعود طايب. فهذه الوصفه فيها البنان، كثرت انا فيها البنان. رائعه الطفيلات هذه كاع ماني نخليها انا الصبح ونفطر بها لي لو كنهضرك حالا. فما نطول عليكم، تتبعوا الفيديو من الاول للاخر. اذا طفيلات اول مكون اللي نحتاج له هو الشوفان. الشوفان اخضر، فهمتوا لي تبغوا منه قياس اللي بغيتو. المهم انا قست العطار اللي حدايا قلت له عطيني 2 دراهم من الشوفان. تقدروا تقبضوا الباكيه، وكاينه حتى ديك الباكيه اللي فيها الفواكه الجافه زوين. هذاك الطفيلات واعر. الا ما ذاك قبضوه بالعبار وخلوه عندكم. ولا بغيتو غير تجربوا هاي الوصفه قبضوا 2 دراهم وجربوها وردوا عليا. فالطفيلات انا مالفه نعدل هذه الوصفه غير مذالي عنها الحقيقه والله لا مذالي عنها. مقوي الطفيلات واخا انت نشكرها لكم من هنا الى غدا ما يوفي حقها. المهم عندي هون 2 دراهم ديال الشوفان اللي هن ندير عليه الماء الطايب. راهي كسرونه درت عليها الماء، درت كسرونه فيها الماء يغلي ولي نصبوا درك على هذا الشوفان. تقدروا ديروه في الكسرونه يعني طيبوه وتخلوه يغلي. انا اللي ندير له هاي الطريقه نخليه يرقد بحال هكا لين يرطب. فهمتوا حتى هي الطريقه زوينه. هذه الوصفه الطفيلات كيعدلوها الرجال اللي في لاصال وداك الشيء صافي عنهم يبغوا يكبروا العضلات. فنصحتكم الطفيلات اللي منكم تعدل لاصال تدير هاي الوجبه عقب لاصال. لاصال الطفيلات والله لا نصحتكم بها انا. لا في هاي الدشره ما كاين خلع عنا ما نعود داخلته زين. الطفيلات كيقاد الفصول، كيقلع الكرش، كيقلع الجناب، ويكبر لك المناطق الانثويه. الا خدمتي عليهم مزيان راه يكبرهم تبارك الله عن تجربه. ومنين تمرقي من لاصال توكلي شي حاجه، لانك هذوك العضلات اللي خدمتي الماكله اللي كلتي عاقب لاصال اللي تمشينيش نشور دوك العضلات. فهمتوا واش قاصده؟ المهم اللي نخلي هذا الشوفان هون يلين يرقد مزيان ويرطب ويليان. هون كاع راه بدا يليان ولكن نخليه لين يشرب مزيان ونكملوا باقي الوصفه. شو الطفيلات راه يرطب، راه ما يفوت شي بالعاجله يطيب تبارك الله بالعاجله يرطب. شو الخليط هذا نتو بغيتو تخفوه بغيتو تثقلوه ذاك على اختياركم نتوما. شو تبارك الله في الاول درت ياسر من الماء ومع ذلك شربوا كامل تبارك الله وضاعف الحجم ديالو. المهم المكون الثالث باطل المكون الثاني اللي ندير جبت هون شي من المكسرات مخلطين: اللوز، القرقاع، الكاجو، الزبيب. المهم نتوما خلطوا المكسرات اللي عندكم. كان عندكم التمر ديروه، كانت عندكم قرصه ديروها. المهم اي نوع من المكسرات. المهم تقيسي انتي عطار وقبضي من عنده داك الدوري يخلط لك القيمه اللي انتي الدوري وضيفيها على هذا الخليط. انا نوريك ليه نضيفهم.
شو الطفيلات خلطت هذا المكسرات كاملين. كي قلت لكم راكم تقدروا تضيفوا اي نوع مكسرات عندكم، ولا تقدري تضيفي لا نوع واحد ولا بغيتي تخلطي، المهم انت لك الاختيار. هذه وجبه متكامله يا الطفيلات. المهم المكون الثاني اللي هو البنان، اللي نحاول نقطع شي من البنان. الطفيلات ما درت البنان كامل، اكتفيت بثلاث حبات فقط. بارك ما شاء الله، يعطيه ياسر من الخير ما شاء الله. صافي. واخر مكون اللي ندير هو الجنجلان. الجنجلان عندي هون منقي محمر، كان باقي عندي منه شوي اللي نضيفه لا رشيشه بحال هاك. وصافي الطفيلات. هذه الوصفه تقدروا تضيفوا لها ياسر او تزيدوا لها ياسر. كيف مثلا تقدروا تحلوها بالعسل، انا نحليها بشوي من السكر. اللي ما يبغي الحلاوه الياسر راهي تبارك الله باك كافي للبنان، راه حلو. ولكن انا حلاوه الديسير ما هي كافيتني، خاصني نزيد شي من السكر. صافي تقدروا تحلوا قلت لكم بالعسل، وتقدروا تضيفوا اي نوع فواكه عندكم، التفاح، الكيوي، الفريز، اللي كان ضيفوه. وتقدروا تضيفوا مولي الكوك. انا لو فعليا كان عندي كاع مخلط مع شي من الجنجلان، عندي فيه شوي من الكوك لا فعليا ما نضيفوا في هذه الاضافه الزوينه. اضافه الكوك الطفيلات كتعطي واحد النكهه زوينه. تقدروا تضيفوا عليه السيريلاك، تقدروا تضيفوا عليه التمر، تقدروا تضيفوا الكاكاو المر. الكاكاو المر الطفيلات راهو زين وعنده واحد النسبه من زياده الوزن. والله ديروا ديك الشكلاط المر، والله ديروا ماروخه. هذه الوصفه الطفيلات وصفه متكامله. متاكده يا الطفيلات عنكم الا تميتوا تفطروا بهذه الوجبه لمده شهر، فتبارك الله وزني راسك. سابق تعملي هذه الوصفه، ومنين تفوتي شهر وانت مستمره عليها وزني راسك مولي وشوفي كم زدتي من كيلو. وتعالي ردي عليا الاخبار، خصوصا الطفيلات اللي كيديروا لاصال واعرين يا الطفيلات. فدائما هذو الوصفات اللي نقول لكم ديال زياده الوزن نفضل دائما تاكلوهم سابق النوم، لان وصفات زياده الوزن كيتفاعلوا باطله يعطوكم نتيجه الا سابق النوم. سبحان الله لا تاكليهم طفيلات. هذو وصفات زياده الوزن دائما منين تاكليهم وترقدي مباشره كتعطيك واحد النتيجه سريعه. فجربوا هذه المساله وردوا عليا. فراني الفيديو عطيتكم فيه ياسر من النصائح، فنتمنى الطفيلات اللي ما شافتو تمشي تشوفوا. الا ما شفتي داك الفيديو بلا ما ديري اي وصفه زياده الوزن، لانه التكنيك الصحيح لزياده الوزن اهم من الوصفه براسها. فالطفيلات متمنيه عنكم تخلوا لي لايكات وتكتبوا لي تعاليقكم شو بغيتوا تشوفوا في الفيديوهات الجايه. فما نطول عليكم، خليت لكم الراحه ومهباس.